مش عارف انا يا اخي موضوع الاعداد والفرنساوي ده اللي هياخدوه ده. انا دلوقتي هدي الطالب انا درس ولا دمه؟ طب ما الطالب بيروح الدرس اخد وقتي، بيرجع البيت يقول له اشرحي لي فرنساوي. طب تشرح له منين امه فرنساوي؟ لازم تاخد درس. يكونش يا اخويا خلصوا تالتة اعدادي ويطلع على فرنسا يشتغلوا هناك يشرحوا للناس فرنساوي؟ ده الطالب دلوقتي دماغه بقت عاملة زي حلة المحشي، نظام لف وكبس لف وكبس، ومفيش هوا خالص يا اخويا. يكونش السبب يا اخويا دلوقتي انت ليك حد قريبك معاه اداب فرنساوي بيدي دروس لثانويه عامه، قلت اديله اعدادي وثانوي بالمره؟ طب انا كولي امر ذنبي؟ انا مش عايز انا ادي ابن فرنساوي انا يا اخويا. طيب انا مش هسفر انا فرنسا، انا هقعده في مصر هنا. هو خلاص يعني الطلبه كلها بقت في الانجليزي بيرفكت، ها؟ وعايز تديهم فرنساوي عشان تزود المعلومات اللي عندهم؟ لما هم مش دارين بحاجه بتديهم تاني ليه؟ اديهم حاسب آلي، اديهم تكنولوجيا، اديهم ذكاء اصطناعي، اديهم حاجه للمستقبل يا اخوان. الفرنساوي ده مش هينفع غير في فرنسا بس. اللي هيروح فرنسا بس اديله فرنساوي. انا مش عايزه. ده العيل دلوقتي دماغه فيها سلوك جرب التشيط، خلاص هتطلع دخانه غتونه.